السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ بناء على الفيديو الاخير بتاعنا اللي قارنا فيه رينو 12 اف بالرينو 11 اف، قلت للناس لو عايزين اشرح لكم مميزات الذكاء الاصطناعي في الرينو 12 اف قولوا لي في كومنتات، وجالي اكتر من تعليق الحقيقه طلبوا الفيديو وادينا اهو بعمله لكم عشان لما نقول اكتبوا لي في كومنت انتوا عايزين ايه بوعد وبوفي. قبل ما نبدا الفيديو وندخل في الشرح حابب اقول لك حاجتين مهمين. اول حاجه الهدف من الفيديو ده تعليمي بحت، بساعد فيه الناس اللي هم مش عارفين او مش قادرين ان هم يستغلوا مميزات الذكاء الاصطناعي في الاوبو رينو 12 اف استغلال صحيح، او مش عارفين امكانيات الجهاز بتاعهم رايحه لحد فين. وبشرح بالعربي عشان في اكتر من كومنت جالي على الفيديوهات القديمه ان احنا مش بنفهم حاجه وانت بتشرح بالانجلش عشان معظم الناس تليفوناتها عربي. الحاجه الثانيه اللي انا حابب اقول لك عليها واللي هي تعتبر مغامرتنا في الفيديو ده ان انا رخمت على الموبايل ده وتقلت عليه قوي. يعني ايه بتحذف الاشخاص من الصوره؟ طب ولاي مدى؟ عندك الثلاث صور دول فيهم صوره سهله وصوره صعبه وصوره اصعب، كل ده هنشوفه بالتفصيل، فاهتم ان انت تكمل الفيديو ده للاخر لان انا متعوب عليه. كلمه شكر في كومنت دي هتفرق معايا جدا، ويلا بينا على الشرح. اول حاجه حابب اشرحها معاك هي الاي اي ستوديو، ودي اللي هتقدر تغير بيها صورتك لاي ستايل من ده، والناس هتبقى معجبه قوي بصوره بروفايلك الجديد وهتقول لك عملتها ازاي. اول حاجه هنقول له شخص واحد هيبدا يفتح لك الاستايلات بقى المختلفه لكل الحاجات اللي انت عايز تعملها. انا عن نفسي بحب الستايل ده وبحب الستايل ده وبحب الستايل ده، تعال اوريك. زي ما انت شايف عمل لي صوري بالشكل ده، حاجه روشه جدا جدا. اقدر طبعا اغير صوره بروفايلي في اي وقت واتروشن كده وانزل حاجه ايه فخمه زي دي. ولو انت مش معاك الاوبو رينو 12 اف وحابب تجرب صورتك بالاي اي ستوديو بالشكل ده، ابعت لي رساله على الانستجرام بصورتك واكتب لي في كومنت ان انت بعت الصوره عشان ادخل اشوفها، لان طبعا الرسائل بتكون مخفيه. تاني ميزه ودي مهمه لناس كتيره قوي، ان انت تصور صوره حلوه قوي 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 زي دي وتلاقي مثلا فيها ديفو زي كده. بص الصوره عامله ازاي، حلوه جدا. احنا عايزين نمسح ده، هنروح برضو على أداة التحرير ونقول له أداة المحو بالذكاء الاصطناعي. تمام جدا. وهنيجي عند برضو سمارت لاسو أو أداة القطع الذكي، دي هي الأساس في كل حاجة أنا بستخدمها بصراحة. وهنقوم محددين حوالين الباسكت بالشكل ده، هيبدأ زي ما انت شايف يحلل البيانات بالذكاء الاصطناعي وبتاع، وحاجة حلوة جدا جدا. المنظر ده في حد ذاته بيوحي لك ان فعلا في ذكاء اصطناعي حاصل. وزي ما انت شايف نتيجه سحريه، كأن مفيش حاجه اصلا مكان التراش كان اللي كانت موجوده. بص بقى المنظر النهائي للصوره عامل ازاي، حاجه خطيره جدا جدا جدا. صوره زي دي بالجمال ده، شخص واقف هنا يعني شبه المشهد مش هيبقى احترافي قوي. ممكن اجيب اداه برضو المحو بالذكاء الاصطناعي واضغط على ازاله الاشخاص بقى. ده الليفل السهل ان انا هشيل شخص واحد بس من الصوره، وفعلا قدر ان هو يحدده بمنتهى الذكاء زي ما انت شايف كده. هاجي في الاخر اقول له ايه، ازاله الكل. هيبدا يحمل معايا زي ما انت شايف، وطبعا تم ازاله الشخص بنجاح وخدنا الصوره بالشكل المرضي اللي احنا عايزينه وكأن ما كانش في حد واقف اساسا. عندك هنا مثلا ممكن نشوف التلوين فوق عنصر بالشكل ده، ونيجي مثلا على مصيادة الدبان دي ونقوم عاملين كده ونشوف النتيجه اللي هيديها لنا هتبقى عامله ازاي في الاخر. واو، ايه ده؟ ده شالها وحط مكانها هذا العنصر اللي باين كأن في قطعه جماليه في الموضوع. طبعا يعني حاجه روشه جدا جدا. بص الصوره من بعيد شكلها عامل ازاي، حاجه هايله الحقيقه. ونقول له تم وحفظ بالشكل ده. تعالوا بقى نصعب ليفل ازاله الاشخاص حبتين ثلاثه. دول صورتين بتهيألي دي صعبه قوي، فخلينا في السهله دي الاول. وفي واحده تانية برضو كانت بنت لذينه، دي ليفل الوحش بقى. تعال نشوف بالليل هيتعامل مع الموضوع ازاي. نقول له تحرير ونقول له اداه المحو بالذكاء الاصطناعي بتاعتنا اللي هي موضوع فيديو النهارده، ونقول له ازاله الاشخاص يا معلم. ونستنى بقى التحليل الذكاء الاصطناعي بالشكل ده، هوبا، ونقول له ازاله الكل. هتوحشوني، باي باي. 15%. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الذكاء الاصطناعي هنا مش مجرد بيشيل اشخاص وخلاص، هو كمان بعد ما بيشيلهم بيعالج الصوره مكانهم عشان تبان انها طبيعيه وما كانش فيها حد اساسا. اللي خلاني اختار الصوره دي ان تفاصيلها كتير كتير قوي كمان، يعني انا مش عارف هو هيعالج ازاي بعد ما يشيل الاشخاص، فخلينا نشوف مع بعض. واو، شالهم حلو جدا. يا نهار ابيض على مراعاة التفاصيل اللي مش طبيعيه. انا الصوره دي هحطها لكم في الفيديو تتفرجوا بس على مدى كأن مفيش صحراء ولا كأن كان في اي حاجه. بص لو قارنا الوقت، يا خبر ابيض. هي خدت شويه وقت بس الموضوع يستاهل يا جماعه. ده اعاد بناء الصوره من جديد، مش طبيعي. لا لا مش مقتنع برضو، احنا هنزود الليفل مرتين كمان. دي صوره من شارع المعز زي ما انتم شايفين، مليانه ناس، الصلاه على النبي مفيش حته تقف فيها. هنيجي هنا ونقوم دايسين على تحرير، ونقوم دايسين برضو على اداه المحو بالذكاء الاصطناعي. برافو عليكم انتوا حفظتوا بقى ازاله الاشخاص. انا كل ده بختبر، يعني انا بحاول ارخم على الموبايل وبجيب اخره. بص جابهم، مفيش يا صاحبي ما تحاولش، كله مرصود. ازاله الاشخاص او ازاله الكل بقى زي ما انت شايف، فرمطهم ولا كأن الشارع كان فيه بني ادم. مش طبيعي يا اوبو اللي انت عاملاه ده. ايه ده ايه ده ايه ده
ايه ده يا جماعه؟ هو ده كده طبيعي؟ لا لا لا، احنا نقول تم ونحفظ الصورة ونروح. لا انا برضو مش مقتنع يا جماعة، الصور دي كلها سهلة، انا عايز صورة صعبة بقى زي دي بقى الناس ايه شمال ويمين وفوق وتحت وبتاع. خلينا نشوف. هنقول له تحرير أداة المحو بالذكاء الاصطناعي، ونروح على إزالة الأشخاص بالشكل ده ونقول له حدد الأشخاص. حلوة الحركة اللي بيعملها دي والله، بتحسسني إن الدنيا بخير. علم على شوية أشخاص في الصورة، في ناس ورا شايفك وعارفك وهجيبك كاللي ورا. لا تعالى بس نقول له إزالة الكل دلوقتي ونشوف الدنيا هتبقى عاملة إزاي. يا نهار أبيض، مش طبيعي، مش طبيعي اللي بيحصل، والله العظيم ما طبيعي. إيه ده؟ هو في كده؟ ده حتى العربية شال الراجل، يعني مش ممكن. إيه ده يا جماعة ده؟ إيه ده؟ عارف ان انت ده يشجعك ان انت تصور في اي مكان زحمه وانت مش شايل هم اي حاجه، وتروح تقول له يا عم انا كده كده هشيل بالذكاء الاصطناعي، تعال نشيل دول، مش عاجبني دول. بص يعني هو كمان بيحدد لك، هو عارف ان في عنصر هنا مش مظبوط، ما جاش جنب العربيه، خد بالك هو هيشيل التراش كان وهيشيل كل حاجه يا نهار ابيض، هل ده طبيعي طيب؟ ده يرجع عجله العربيه تاني. بص يا معلم، ايه ده؟ ده رسم فردة الكاوتش بتاعت العربية تاني من الأول. يعني ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ وعالج الظل تحت العربية وبتاع. لا أنا كده خلاص اتأكدت إن الذكاء الاصطناعي هنا على ما يرام. زي الفل. طب انت صورت ناس في زحمه وعملت حفله وخلاص شلتها، طب ما تيجي نشوف بقى موضوع تغميض العين ده هيبقى عامل ازاي. برضه لو اتصورت انت مغمض عينك ما تخافش، هتروح على اداه المحو بالذكاء الاصطناعي وسمارت لاس ودي، او اداه القطع او قص الذكاء، هي مكتوب بالانجلش، انا عامل لكم الموبايل عربي اهو، محدش بقى يقول لي انت بتتكلم، هي اهي تمام. ونقوم محددين يا معلم حوالين العين بالشكل ده، قول له بقى فتح لنا عينينا وصلح لنا الصوره ما جاتش على دي، وهو هيفهم بالذكاء الاصطناعي ان العين دي مغمضه فهيبتدي يفتحها لك. هنشوف دلوقتي. اوبا، تعالى قارن. انا مش بغمز على فكره، ده قبل وبعد. قارن يا معلم، شوف انت بقى. يعني حتى لو اتصورت وانت عينك مغمضه فله ولا تقلق. عندنا مثلا صوره زي دي وانا متشعلق في الهواء، تعالى نقول له تحرير واداه المحو بالذكاء الاصطناعي، ونروح على التلوين فوق عنصر. انا وريتك التلوين فوق عنصر قبل كده لما شلنا مصيده الدبان وحط لنا مكانها ايه حاجه جماليه كده. تعالى نشوف العمود ده مش عاجبني، تعالى نظلل عليه كده ونلون ونشوف هيعمل معانا ايه. انا اداه التلوين دي ما بتوقعهاش بصراحه، ساعات بتشيل وساعات بتحط هي من عندها، بس على كل الاحوال انا مبسوط، يعني انا مبسوط من النتيجه والله. ما توقعتش الموبايل ب 12000 جنيه يديني تجربه الذكاء الاصطناعي بالشكل ده. وانت برضو اكتب لي رايك في كومنت، ايه رايك في النتيجه كده؟ كنت متوقعها؟ هنا يا معلم شالها، بص ادفع لك اللي انت عايزه لو جبت لي كأن كان في حاجه محطوطه هنا. بص بص بص، وده شكل الصوره في الاخر وافضل بكتير طبعا ما كانت البتاعه موجوده، كانت مبوظه الشكل العام. وعندنا ميزه كمان مهمه نازله في الاوبو رينو 12 اف وهي البيكون لينك. البيكون لينك دي بتمكنك ان انت تتصل باقرب شخص ليك حتى لو ما عندكش شبكه، طبعا وضع استغاثه محترم جدا لو انت في اسانسير او انت بتواجه اي مشكله لا قدر الله وما فيش شبكه، تقدر تتوصل لاقرب شخص ليك عن طريق خاصيه البيكون لينك حتى لو ما عندكش شبكه، ودي ميزه محترمه جدا انا بقدرها الحقيقه. كل املي بقى في المستقبل القريب ان الميزه دي ان شاء الله نشوف المدى بتاعها اكبر من كده وتكون بين موبايلات تانية مش شرط من نفس الشركه، لانها تساهم في نجاه ناس كتير وانقاذ ارواح كتير. ومن المميزات الجميله اللي بيدعمها الذكاء الاصطناعي في الاوبو رينو 12 اف ان انا مثلا سجلت محاضره ما بقدر اضغط عليها بالشكل ده، بدل ما اقعد اسمع المده كلها سواء ساعه او ساعتين او ايا كان المده اللي انا هسمع فيها المحاضره ايه، اقدر اقول له الملخص او السمري. هضغط على ملخص كده الاقيه طبعا جايب لي الملخص بتاعها مكتوب تمام. ولو انا عايز اسمع المحاضره من تحت بسمعها بالشكل ده، وعندك طبعا عمل لك تو دو ليست تحت بالشكل ده كمان. حاجه محترمه قوي يا جماعه بصراحه. الذكاء الاصطناعي ده سهل علينا حاجات كتيره جدا، وتقدر ان انت تحدد الكلام كله بالشكل ده وتضغط ضغطه مطوله وتسحبه وتحطه في الحافظه بتاعتك عشان ترجع له في اي وقت انت عايزه. لو ضغطت كده اهو جابهولك اهو في الحافظه بالشكل ده كنافذه عايمه، وتقدر تكبر النافذه العايمه كده. واجهه اوبو مليانه مميزات بصراحه، يعني الموضوع ما بيقتصرش على الذكاء الصناعي وخلصنا على كده، لا الموضوع ممتد معانا. ميزه جامده من مميزات الذكاء الاصطناعي برضو في الاوبو رينو 12 اف هي ان انت لو فتحت المتصفح بتاعك وبحثت عن اي حاجه وجاب لك مقال كبير قوي قوي بالشكل ده، تقدر ان انت برضو من خلال السمارت سايد بار بالشكل ده تقول له اقرا لي او لخص لي. تعال نشوف الملخص كده بتاع الجزء ده. هيبدأ يسكان كده بالشكل ده ويطلع لك الملخص زي ما هتشوف دلوقتي.
حلو قوي. تقدر بقى تنسخه، تشاركه، تحفظ في الملاحظات زي ما انا بعمل. حلو قوي الكلام ده. طب انت راجل دلوقتي مكسل تقرا، انا لسه هفرهد، او انت سايق مثلا، عشان ما نظلمش برضو الناس، تسحب من على الجنب كده وتقول له التحدث بالذكاء الاصطناعي، هيبدا برضو سكان ويبدا يقرا لك زي ما هتسمع. انت مش بس كده، انت بتختار كمان صوت انثى او ذكر زي ما انت شايف، وهنبدا نعلي الصوت ونسمع مع بعض. For other uses, see success, disambiguation. Success is the state or condition of meeting A, defined. وبس كده. في اخر الفيديو اتمنى من كل قلب ان انت تكون طلعت ولو بمعلومه واحده، وده بعرفه منين غير بالكومنتات. لايك وكلمتين اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بقى، ولو عوزت اي فيديوهات تانية اكتب لي برده في كومنت. سيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى اللقاء باذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.